السلام عليكم، اتفضلوا معانا شوية بصارة بقى يستاهلوا بقكم كده بعيش ملدن أو عيش محمص كده يا جماعة، العيش البلدي الجميل، شوية زيتون من اللي احنا مخللينه في البيت في القناة معاكم. يلا بينا نشوف عملنا شوية البصارة الحلوين دول ازاي. عندي كيلو من الفول المنقوع وكنت مستعجلة جدا، نقعته والله نص ساعة ولا 6 ساعات ولا أي حاجة خالص. عندي خضار بقى كزبرة وبقدونس على شبت، وعندي بصل أخضر بالعروق بتاعته، قرن فلفل حامي لو انتوا حابين، مكعب مرقة، واربع او خمس فصوص من الثوم. انا مفرزناه في الفريزر زي ما هو كده. قطعت بصلايه جوانح علشان نحمرها، وعندي بصلتين كبار متقطعين 4 تربع، وعندي ملح وكمون ونعناع ناشف، وعندي معلقتين او 3 من النشا علشان نحمر بيهم البصل. حطيت المية على النار علشان تغلي، وسقطت على طول ال- الفول المنقوع بتاعي زي ما قلت لكم. قطعت البصل الاخضر، بيدي نفس حلو قوي، بيعمل تيست عالي مع البصاره. لو انتي مش عايزه القرن الحامي ده ممكن تستغني عنه، لكن هو ادى حرقيه بسيطه وجميله وكانت لذيذه جدا. كل الخضار الطازه بقى اللي انتي عاملاه ده، شويه كزبره على بقدونس على شبت، وهتقلبي كل حاجه ببعضيها وتبدأي بقى تحطي ملح وكمون. ايوه، شويه من الكمون، مش هنحط فلفل اسمر خالص، بنحط كمون بس. شويه نعناع ناشفين كده. اعملوا لنا لايك، ما تنسوش اللايك يا جماعه، افتكروا على طول دلوقتي اول ما اقول لكم اعملوا لنا لايك، لان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو، ومش هنكبر غير بيكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، هنسيب بقى المكونات كلها بتاعتنا تغلي، ونروح بقى نقدح شوية زيت حلوين كده، وناخد النشا نقلبه على البصل. النشا يا جماعة ما بيتحرقش في الزيت، انا بفضل في تحمير البصل بتاع الكشري وبتاع البصارة او اي بصل هحمره، بحط له معلقتين من النشا. النشا ميزتها ان هي مش بتتحروق في الزيت، وكمان بتديني قرمشه بزياده شويه عن الدقيق. هنبدأ نحمر بقى ونخلي الزيت الجميل ده. الزيت يا جماعة بتاع التحمير ده بيبقى كنز، وبيدي نفس حلو قوي للبصارة. هنحمر بقى بلون وردي جميل لحد ما تبقى كلها لون واحد، ونبدأ نصفي التقلية بتاعتنا ونخلي لونها جميل وفاتح كده. شايفين النشا ما تحرقش ازاي. هناخد الزيت بتاعنا ده بقى ونستعمله برضو، مش هنرميه. اللايك يا جماعة، اللايك بليز من فضلكم، اعملوا لنا لايك. خلاص لقيت نص ساعة ولقيت كل المكونات استوت يا جماعة، ودابت دوبان كده. بالهاند بلندر بقى، ما شاء الله يا جماعة، ولا خلاط ولا أي حاجة. والله أفضل لو أنت هتشتري خلاط، لا بلاش خلاط. الهاند بلندر هيقوم بكل المهام بتاعة الخلاط، حاجة تحفة جدا. ولا تقعدي تعملي، بصي عامل البصارة ناعمة ازاي، ولا حطيتها في خلاط ولا صفيتها ولا اي حاجة خالص، في الحلة بتاعتها كده وضربت بالهاند. حاجة جميلة جدا. ما عندكيش هاند اعملي بالخلاط. خدتي الزيت بتاعك اللي باقي من البصل، وهنبدأ بقى ناخد على قد الأكلة شوية بشوية كده. الكيلو كان كتير جدا، بس انا لما بحب اعمل حاجات من اللي هي بتاخد وقت دي، او بنعملها كل مدة طويلة، بعمل كمية واشيل الباقي في الفريزر. هنشوف هنعمل ايه في الاخر. خدت بقى غلوتين جمال كده، وبدأت اغرفهم بقى في الاطباق، وشوية تقلية مقرمشين حلوين زي الفل. اعملوا لنا لايك بقى، الاكله دي كانت تحفه يا جماعه. عملنا كمان اطباق من البلاستيك، نهادي حبايبنا واللي عايزين يدوقوا البصاره بتاعتنا. كمان باخد منها في شغلي وانا رايحه الشغل. وجبت عيش بقى ملدن عشان تكمل بقى، تاكلي بقى جنبها بصل اخضر، تاكلي مخلل. شايفين الزيتون ده اللي احنا عاملينه مع بعض في القناه. ما تنسوناش في اللايك والشير، واعملوا لنا سبسكرايب يا جماعة، علشان احنا بنحاول نعمل لكم والله اقصى جهد عشان نعمل
أحلى حاجة ونعلّم بناتنا الصغيّرين واللي مش عارفين يعملوا إزاي الحاجات الحلوة دي، خزّنت الباقي بقى في كيسين من اللي هم المحكمين القفل دول، لمّا نبقى محتارين في الأكل يوم نهرس شوية بطاطس أو نحمّر شوية بطاطس جنبها أو حتّة بتنجان مخلِّل ونطلّع الكيس ونعمل شوية تقلية جداد، وناخد الزيت بتاعهم نقلّبهم فيها تقليبتين ونغرفهم في الأطباق ونرُش عليهم التقلية. تابعونا إن شاء الله هتلاقوا القناة تعجبكم جدًا، شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.